دكتورة مريم خروبي، مديرة بحث في البيوتكنولوجيا ومسؤولة عن مركز تثمين المنتوجات البحرية التابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. المشاركة ديالنا اليوم في هذه التظاهرة العلمية الرفيعة المستوى High Level Conference Blue Initiative troisième édition، مشاركة مهمة لأنها خولت لنا نتحدثوا ونوصلوا لي ريزولطا ديال لي ريشيرش اللي درنا في المركز ديالنا. فقد استطعنا تطوير منتجات زرقاء أو أطعمة زرقاء، وهذه الأطعمة الزرقاء طورناها بفضل البراعة ديال الباحثين والمهندسين ديالنا. وهذه الأطعمة الزرقاء هي نتيجة بحث لمدة سنوات كثيرة، والحمد لله هاد المنتجات البحرية أو الأطعمة الزرقاء وصلت بدأت توصل للأسواق الأوروبية والأسواق الإفريقية. ومن الناحية البيوتكنولوجية استطعنا نطور منتوجات ذات قيمة مضافة عالية جدا، وغير من بقايا السردين، مثلا من الحراشي في السردين أو ليزيكاي استطعنا نطوروا الكولاجين الأصلي. استطعنا نطوروا كذلك هيدروليزات الكولاجين اللي تستعمل في مستحضرات التجميل. واليوم نديروا أبحاث جديدة على الحامض الهيالورونيك أسيد اللي تستعمل كذلك في مستحضرات التجميل. ونحن كذلك بصدد لا فيناليزاسيون ديال ان بروجي على الهيدروليزات البروتينات اللي هي دي كونسونطري بروتييك من بقايا السردين، واللي هاد الابتكارات ديالنا كاملها قدرنا نطوروها لكي كومون دير إيريغي دي زابليكاسيون. وهاد لي زابليكاسيون كاينين في ابليكاسيون بيوتكنولوجيك، تطبيقات كذلك في مستحضرات التجميل، تطبيقات في مستحضرات غذائية، وكذلك مثلا هاد الهيدروليزات ديال لي بروتيين لي زابليكاسيون ديالها في الغذاء، في تغذية الأطفال، تغذية لي سينيور، تغذية طبية، وكذلك عندها استعمالات أخرى في الزراعة الخضراء. وهذا الشيء زعما اون لا ديمونطري دون نو لابوغاتوار. والآن حنا اون لونسي واحد المشروع مهم جدا، وهو ان ابيل ا مانيفيستاسيون دانتيغي اللي بور لو بينيفيس ديال الصناعات لي برودوي دو لا مير. وهذا المشروع هذا تيدعم الشركات من الفكرة ديال المنتج حتى التسويق، ومرورا بلو ديفلوبمون تكنولوجيك اي لاندسترياليزاسيون. وهذا الشيء كامل اليوم اللي درنا باش نحولوه لواقع صناعي. عندنا مشروعات استثمارية مهمة اللي هي الكاليبول، هو قطب ديال التغذية اللي احنا ان شاء الله ينطلق عام قريب. وكذلك عندنا مشروع ديال بنك طحالب المجهرية. والمشروع الثالث هو تحديث المنصة الغذائية ديال مركز تطوير المنتوجات البحرية التابع للمعهد الوطني للصيد البحري.
واللي المشروع اخر اللي غادي ان شاء الله يكون قفزه نوعيه هو مشروع المنصه البيوتكنولوجيه المتعدده الاختصاصات والشبه صناعيه. وهذه بحال قلتي اون اوزين غادي نبداو نديروا فيها لا فابريكاسيون ديال جزيئات ذات قيمه مضافه عاليه جدا، كيف ما سلف الذكر، الكولاجين، الجيلاتين، الكيتوزان، الالاستين، لاسيد هيالورونيك وما الى ذلك. واليوم حنايا كمركز وكمعهد فاننا زعما اش غنقول لك نتمركز كوم ان اوب افريكان، ان اوب افريكان اللي تيقدر يستقطب دي نوفيل ميثودولوجي دينوفاسيون، دو نوفو بارتناريا، شراكات جديده من الطراز العالي، ولما لا دي زانفستيسمون باش نحولوا هاد المشروعات اللي سمعتوها كاملها اليوم الى واقع صناعي دون لو كادر ديال ليكونومي بلو و دون لو كادر ديال لا بلو بيلت انيشياتيف.